الا كنتي مغتربه بحالي وتوحشتي الطاكوس، اجي معايا نصايبو احسن طاكوس بحال داك اللي كيتباع في المحلات في المغرب، بحشوه معلكه ولذيذه بزاف وطريقه سهله ومبسطه للمبتدئات. اليوم غادي ندير معكم طاكوس ميكس بالدجاج والكفته، حيت هو اللي كيعجبني وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. نتمنى تعجبكم. نبداو على بركة الله. بسم الله. العافية متوسطة كنسخنو واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. عندي هنا 300 غرام ديال صدر الدجاج مقطع مكعبات. هاد الكمية هادي كتكفي 4 ديال الناس، تقدروا تزيدوا او تنقصوا على حسب الكمية اللي بغيتو. كنزيدو نص معلقة صغيرة ديال ثوم مغبرة، وهنا معلقة صغيرة تكون عامرة توابل الشاورما. اللي ما عندهاش توابل الشاورما او ما كاينش حدا منين تجيبهم، غادي نخلي لكم روابط الفيديوهات اللي كنت شاركت معكم فيهم توابل الشاورما بالتفصيل اللي كنديرهم انا في الدار ملي ما كيكونوش عندي هادو اللي واجدين مجهزين عندي في الدار. في الاخير كنزيد واحد رشيشه او معلقه صغيره ديال القزبور حبوب مطحون، واخر حاجه غادي نزيد هنا 100 حتى 150 غرام ديال الكفته ريجيم، يعني بلا طريه بلا بصله بلا ربيع. كنزيدها على طريفات ديال الدجاج ديالي وكنقليهم مع بطياتهم حتى كيطلقوا الماء، وعاد ندوزو باش نزيدو المقادير الاخرى. هنا عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وصافي كنبقاو نخلطو في الدجاج والكفته حتى كيطيبوا. وكنفرتو الكفته باش ما تبقاش باينه هكاك الطروفه باينين. كنبقاو نقلبو فيهم بحال هاد الطريقه هادي لمده ديال 3 حتى 5 دقائق، كتكون الحشوه عندنا واجده. نزيدو دابا البقيه ديال المقادير. عندي هنا صلصه ديال الصويا غير شويه، ما تكثروش منها، كيعطي داك المذاق المدخن الطاكو. انا غادي نشارك معكم الاسرار كاملين باش ينجح معكم الطاكو من اول مره ويولي معتمد عندكم. وهنا غادي نزيد لا مطاط او الخردل. هنا كتحسوا بالريحه ديال الدقيق والصلصه باربيكيو اللي ما كتخسرنيش، حتى هي مهمه. هادو ما كيتعودوش، هادو خصهم ولا بالزيتون عندكم. كنخلط بحال هكا كيدخلوا بعضياتهم وكنطفي على الحشوه ديالي. ندوزو باش نعمرو الطاكوس ديالنا. هنا عندي صلصه ساموراي اللي تقدروا تعوضوها بصلصه الجيريان، عندهم نفس المذاق تقريبا، غير هذه حاره على الاخرى اللي كيعجبو الحار. كندير فرشه في الخبز. بالنسبه للخبز انا استعملت الخبز اللبناني او الخبز العربي، تقدروا ديروا خبز الطاكوس الا كان متواجد. وفي الاخير كندير فرشه ديال الحشوه اللي وجدنا قبيله مع بطياتنا. كنقطع فورماج الساندويشات تشيدر او اي نوع تقدروا ديروا في هذه المرحله. تقدروا ديروا حتى الموتزاريلا، كتجي معلكه كتجي بنينه. واخر طبقه هي الفريت كنزيدو بالشكل هذا. وغادي نزيد طبقه ديال صلصه الثوميه، هذه كناخذها من ليدل. بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج كتلقاوها في ليدل، بنينه بزاف وخفيفه على المايونيز، كما تقدروا تعوضوها بالمايونيز بحال. كنسد جناب ديال الساندويش بهذا الشكل هذا باش ما تخرجش لينا الحشوه، ومن بعد كنلويوه على بطياتو، لويه الاولى واللويه الثانيه، وها الساندويش واجد. وبقى دابا غير نديروه في الاله ديال البانيني. من بعد ما كيطيب الطاكوس ديالنا في اله البانيني كيجي الشكل ديالو بحال هكا كيشهي. وكما شفتوا معنا ساهل بزاف ولذيذ. صافي دابا ما بقى لنا غير نقدموه. تقدروا تقدموه بحال هكا قطعه واحده
اولا تقسموه كما درت انا، يتقدم مع شويه ديال لاصوص وشلاضه الا بغيتو والفريت. شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله، والداخل معلك ما تشبعوش منه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تقيدوها عندكم باش مره ترجعوا ليها وتصيبوها في الدار وتفرحوا بها نتوما ووليداتكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون الوصفه عجبتكم. شكرا بزاف، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. السلام عليكم.